طيب احنا هنكمل الكونديشنال فورماتنج. احنا خدنا الهايلايت سيلز رولز وتوب بوتوم رولز. نتكلم النهارده عن داتا بارز. خلينا مثلا احنا عاملين سيلكت للارباح وضغطنا هنا على اللون الازرق او ايا كان اللون ده اسمه ايه، فهتلاقي هنا 538 و 583. 583 اعلى قيمه فماليه المربع نفسه اللي فيه الرقم مليان باللون. 538 مليان الا حته بسيطه. 344 تقريبا على النص و332 نفس الكلام. وكل ما الارباح قلت كل ما اللون ايه قل، يعني مثلا 34 هنا حته بسيطه خالص. الكلام ده بينطبق على بقيه الالوان، هنا اخضر واحمر. تمام. طبعا عملت سيلكت على دي بس، فانا هعمل سيلكت تاني عشان ايه اقول له كل الالوان. بص اخضر اهي، احمر، اصفر، ازرق، بنفسجي. دي نوع الالوان فيه فيها تدريج للالوان للون نفسه. بينما هنا لون سوليد، لون ثابت اهو، اخضر ثابت اهو مفيهوش تدريج، احمر، اصفر، ازرق، والبنفسجي. ده باختصار الداتا بارز. نيجي للكالر سكيلز. الكالر سكيلز خدناها قبل كده وطبقناها. يعني مثلا هنا طبعا اعمل سيلكت تاني عشان يشيل او اعمل كلير للرولز مثلا، واختار كلير رولز فروم سيلكتد سيلز. وكده تعالى نعمل تاني على الكالر سكيلز. هنا مثلا باللون هنا اهو 583 اخضر كامل، 538 اخضر برضو، بس خلي بالك درجة الاخضر هنا اغمق من اللي ايه، من التاني. بعد كده 344 الاخضر اتفتح شوية مل للايه، للاصفر، ويفضل يقل لحد ما يوصل لل 34 الاحمر. هتلاقي بقى الكالر سكيلز هتلاقي فيها الوان مختلفة. يعني هنا مثلا الاحمر هو الايه اعلى حاجة، هنا هتلاقي الاخضر اعلى حاجة بس مفيش الاصفر، تلاقي هنا برضو احمر اعلى حاجة ومفيش الاصفر. تلاقي بقى ايه حاجات مختلفة. تمام، دي الاشكال المختلفة في الكالر سكيلز. هنا مثلا اخضر بس، اخضر وابيض، وهكذا. ده موضوع الكالر سكيلز. نيجي الايكون سكيلز، جميلة جدا الايكون سكيلز هنا. تعال نعمل كريل للرولز الاول، السلكت سيلز. تعال نطبق الايكون سكيلز هنا. دي هنا بدون الوان، هو الخلفية بيضة بس حاطط سهم الاعلى واسفل. اخضر يعني ارباح زيادة، احمر الارباح قليلة، الاصفر ناحية اليمين. هتشبهها بالساعة، الجزء اللي على اليمين في الساعة اللي هو من 12 AM ل 6 AM او 12 ل 6 PM على حسب الوقت يعني. بس الفكرة كلها الجزء اللي على اليمين ده. يعني مثلا هنا لو بصيت ان هي رايحة لل 12 للساعة 12، 538 583. لو مثلا كان في رقم 400 كانت هتلاقيه ايه، اصفر بس مايل ناحية الايه، ناحية الاخضر، ناحية الرقم 12. تخيلها يعني. بينما الاصفر هنا ده كده على الساعة 3 اللي هو ايه، في النص بالظبط ما بين ال 12 وال 6، في النص. 108 احمر جاي على الستة بالظبط. انا بقول 12 و3 و6 اللي ليها علاقة بالساعة نفسها، الجزء اليمين اللي على الساعة، او من باب التسهيل يعني. طيب دي الايكون سكيلز. طبعا في اشكال مختلفة، ده شكل، ده شكل، ده شكل 5 ايكونز عشان يسهل لك اكتر. دي اشكال مختلفة كلها تبع الايكون سكيلز. تقدر تجربها كلها. مع العلم ان دي بتستخدم دايما احيانا بتستخدم في الارباح زي كده، احيانا تستخدم في الموظفين في تقييم الموظفين. مثلا مدير بيقيم موظف بيحط له اللون الاخضر لو عشان التحفيز لو هو ارقامه كويسه، يحط له اللون الاصفر لو ارقامه متوسطه، اللون الاحمر لو محتاج ايه، محتاج قرصة ودن زي ما بيقولوا. دي conditional formatting. وفي حاجات تانية في conditional formatting ليها فيديو تاني، بس دوت عشان نتكلمنا عن الكالر سكيلز والداتا بارز والايكون سيتس. دي حاجات هتفيدك جدا في الكونديشن فورماتنج. ان شاء الله ليها فيديو تاني بقية الكونديشن فورماتنج ان شاء الله بإذن الله.